السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اتكلم النهارده في موضوع وحكايه مهمه جدا. حكايه السوشيال ميديا اللي جننت الناس، اقسم بالله. انا بقيت بشوف بلاوي. والله العظيم بقيت بشوف بلاوي. يعني دلوقتي بجد النت جنن الناس والله العظيم. يعني انا بشوف واحده صاحيه من النوم وبتصور نفسها على السرير. صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه وهي نايمه على السرير؟ يعني ما اوض النوم بقينا بنشوف شكلها. اوض النوم. يعني زمان، يعني الواحد كان بيتكسف ويتحرج لما حد بيجي له ضيف او حاجه، نروح قافلين باب الاوضه كده عشان محدش يشوف سريرنا واوضه النوم وكده. دلوقتي بيصوروا نفسهم وهم صاحيين من النوم، بيصوروا نفسهم وهم بياكلوا. مش ناقص غير نصور حاجه واحده بس، الحمام. وفي ناس على فكره صورت شكل الحمام بتاعها من جوه، بس ما صوروش نفسهم وهم بيعملوا بيبي. هو ده اللي ناقص، بس انهم يعملوا بيبي. فالموضوع ده زاد عن حده قوي والله. وفي رجاله كتير قوي بتصدر مراتاتها للكاميرا علشان يلموا فلوس. وبيقعدوا لازم. الموضوع اللي انتشر قوي، الناس بتصور نفسها وهي بتتغدى. يعني كلنا بنتغدى عادي، وكلنا بنتنايل على عينينا، بناكل وبنعرف نطبخ وبنعمل كل حاجه وبنغسل مواعين. فلازمته ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش فاهمه يعني لازمته ايه. يعني لازمته ايه تصور نفسك وانت بتاكل انت ومراتك وعيالك؟ احنا مستفيدين ايه؟ احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ايه لما تصدر مراتك وتطلعها إيه، وتقعدوا تستظرفوا وتبينوا حياتكم وبيتكم كله وبتاع؟ لازمته ايه الكلام ده كله؟ يعني والله العظيم هتتحاسبوا بجد على كل اللي بتعملوه ده. حرام، اتقوا الله علشان يجعل لكم مخرجا. والله العظيم حرام. يعني مش عارفه اقول ايه، والله العظيم بقيت بتضايق جدا. انا هفتح النهارده الاقي واحده نايمه على السرير وماسكه كوبايه النسكافيه في ايديها على السرير على المخده بتاعتها كده وقاعده. صباح الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه، اخباركم ايه؟ بجد كسفوا على دمكم بقى. كسفوا على دمكم ولموا روحكم شويه. يعني ايه ده اللي انتوا بتعملوه؟ بجد الموضوع ايه ده؟ يعني في الرجاله دي ما عندهاش نخوه. بجد والله العظيم. يعني الرجاله اللي بتطلع كده تصور بيتها وحياتها واسرتها واكلها وشربها وراضيين ان عشان الفلوس ان ده يحصل. لموا نفسكم شويه ولموا بيوتكم ولموا نسوانكم واستروا نفسكم، عشان كده عيب. والله العظيم عيب. الفلوس اللي بتيجي عن طريق كشف الستر حرام. حرام. اللي يكشف ستر بيته وعورة بيته فلوسه مش حلال. مش حلال. الناس اللي فاكرة ان فلوس اليوتيوب يعني اللي بتيجي عن طريق كده حلال، مش حلال. الناس اللي بتعمل حاجة كويسة اوكي، انما الناس اللي بتكشف ستر بيتها وحياتها وعرضهم وبتاع وكده مش حلال. فاتقوا ربنا. اتقوا ربنا. بجد لو الكلام بتاعي ده عجبكم اشتركوا في القناة، وعشان القناة تستمر وما تتقفلش. واللي يعجبه برضو الفيديو يحط اعجاب على الفيديو. آه مش هشحت اللايكات زي الناس اللي بتشحت، انا مش بتاعه الكلام ده. اللي عاجبه عجبه، مش عاجبه ما يحطش، براحتكم. بس عشان القناه ما تتقفلش والتفاعل بتاع القناه يعني يزيد. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس او اعملوا لايك على الفيديو. آه وقولوا رايكم في اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا، والرجاله اللي بقت والستات اللي بيطلعوا ستر بيوتهم وبيكشفوا كل نقطة في بيتهم وبياكلوا قدام الشاشة ومش عارفة. موضوع كبير قوي يا جماعة. يلا اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.